يعني ما عمرها 15 هيك 16 إني مثل التوم يعني، عاملين فيهن عمايل. بس ايش تحكي لك عيب والله. احكي لي، ما هو عيب، احكي لي. يطلعوه لفوق هذا الفرق شو هالشي يعني، يطلعوا لفوق إلا صبح ومسا بدك، صبح ومسا بدك تقول لهم لا، صبح ومساء اللي هلا بدي يجي ياخذوك تعملي انت نفس ما بعمل انا. قلت لها لا ما بعمل. شو بتعمل؟ ما يعني بتعمل هديك العملة انه بس غصب. ايه غصب اكيد غصب يعني عم بشدها من شعره ويقول لها اعملي هالشي اعملي هالشي، تقول له ما بعمل. يا ويلة، وصار مرتين ثلاثة يطلبها طلب حصريا هي لحتى تطلع، ما عمرها 15 سنة بس. نحن هلا هون في تجمع مخيمات أطمي، وتحديدا في زيارة إحدى المعتقلات بالاسم المستعار أم زينب، حماية لها ولأطفالها وللكثير من أهاليها وذويها. هون في هاي الخيمة رح توصل صوت كثير من المعتقلات، من الشابات اللي لحد الآن متواجدات في المعتقل، ولكافة أنواع التعذيب اللي تعرضت له واللي تعرضت لها النساء المتواجدات داخل المعتقل. فترة طويلة وفترة مؤلمة جدا، قصص وحكاية. خلينا نتابع بعد ما أرادت أنه صارت تشعر بتعذيب الضمير إذا ما وصلت صوت هدول الناس المتواجدين في المعتقل، بعد ما هي عم بتشوف الوضع والحال، فأرادت أنه تنقل شهادتها بشكل حقيقي واقعي. يلا تفضلوا اهلا وسهلا، تفضلوا يلا. تفضلوا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيفك يا أم زينب؟ اهلا وسهلا. عليكم السلام. شو أخبارك؟ تفضلوا فوتوا. يلا تفضلوا. يلا. الله يسعد أوقاتكم إن شاء الله يا الله رب. يسلمك يا رب، يخليك يا رب. ما بدنا نطول عليك أو نعذبك، حابين هيك تحكي لنا قصتك. قلتي لنا صار معك قصة بال 2014 وضليتي معتقلة، تفضلي. والله أخذوني أنا من البيت، كنت ساكنة بالشام. والله أخذوني من البيت مشان جوزي، كان بدهم جوزي وما لقوه. كيف الطريقة اللي أخذوك فيها؟ فاتوا لعنا مداهمة هالكلاب. إيه فاتوا يعني، صار بدهم إياني أنا، ما لقوا جوزي، صار بدهم إياني أنا. فاتوا من البيت والله، دفشوا أبوي دفشوا أمي، وإجوا أخذ عم رضع ابني أنا الصغير يعني. نعم. شالوه من حضني هيك والله العظيم ودفشوا، وقام حطوني أخذي من السيارة. نعم. ليش أخذتوني؟ طيب أنا شو ذنبي ليش؟ قال لا أنتي مرت إرهابي كلب حقير. سحبني هيك من كتافي وصار يضرب فيني. يقول له أبوي لا تضربها، حرام يعني ما مسواي شيء، لا تضربها. يقول له هلا بقول لك شلون بدي ربي فيها الأراضي. ولحقنا أبوي حرام، ضربوا أبوي رجعوه وأخذوني هني بالسيارة. يعني والله ما ذنبي شيء، كل تحقيق بطلع فيه بيذبحوني ذبح، ما بعرف شي بيشبحوني شي بيحرونا بالسكارة. والله اجى علي واحد والله من ذكر اسمي فلان يطلعي على التحقيق، اموت انا من الخوف. بخاف اللي ما سويت شيء، اللي لا سويتي شيء، ويطلع يقعدني يصير رفس 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 فيني. ايه هون وحتى ايدك هلا ايدي معطوبة يعني على المعالج الفيزيائي لحتى تصير. بدك تحكي شو بدي احكي لك؟ اللي بدك تحكي هالكلب هالحقير اللي يروح يشلحوها وجيبوا غطوها بالمي. عمى. والله بقيلك عبوا برميل مي ويجي شلحوها وغطوها بالمي. اللي لا عندك شيء انت احكيه. يرجع ياخذني، يرجع يقول له حطها صدمات كهرباء، يرجع يحطني بالكهرباء هاي العصاية اللي بتوز. نعم. والله لا يوفقون، ما عندي شيء احكي. شو بدي احكي؟ والله ما سويت اي شيء. يجي يحرقونا بالسيجاره مشان احكي، يجي يرفعونا فلا، يكبوا علينا مي. شو بدك كمان اكثر من هيك؟ تتذكري اشكالهم؟ يشبحونا. ايه بتذكرهم هالكلاب. اعمارهم تقريبا؟ إيه صغار ما كبار. لهجتهم؟ يضربوني كل كف. هلا هاي ما بسمع فيها، كل ما يوقف بدي يحقق معي هي يضربني يبرمني برم. ما بشوفها ملتمه، ما احسن احكي. كتير يموتونا من العذاب كتير يعني. يفوتوا بنات أعمارهم عمرهم 12 سنة 13 سنة، أطفال يفوتوا لعنا. شو ذنبهم؟ قال لهم شو ذنبهم؟ يقولوا هلا بتعرفوا شو ذنبهم. يعذبوهم والله. كيف يعذبوهم؟ يقتلوهم بأي شيء يعني، إنه يحرقوهم يعذبوهم يشبحوهم. أحيانا ما أعرف شو يسووا فيهم، يطلعون لبرا صوتهم لعنا عن نظارة. احكي لنا هذا بالضبط يعني عن نظارة اسمع صوتهم إنه شو عم يسوي فيكم. شي يقلعوا أظافيرهم، شي والله شي. هاي تقلي مغتصبيننا. إلا مين تقلي؟ واحد فوق اسمه سلمو، ما بعرف شو اسمه. احكي، تذكري اسماء؟ أنا هون خفت يعني، قلت يا الله كمان بدي يسووا فينا هيك.
يوم اسمعي أصواتهم. اسمع أصواتهم. إيه والله كتير أنا تعذبت كتير ما بنسى والله ما بنسى. هلا أنا هون بيجعني كتر ما بيطلعوا يعني بالبوط يدعسوا. صور كرسي الكهرباء ما حدا قعد عليه غير أنا، تبع الدولاب، عطوني بالدولاب وصار هالشبح. ما بعرفه حاليا كتير معتقلين جوا، الله يفك أسرهم يا رب. البنات قلتي لي إنه في بنات من كتر الاغتصاب صار عندها أولاد. إيه في وحدة كمان ولدت عنا جابوها اغتصاب وولادة. اغتصاب ولادي. إيه رموها عنا بالحمام، جابوها رموها عنا بالحمام. ووحدة كمان اغتصبوها فوق. مش بدي احكي اغتصبوها. احكي كل شيء بالتفصيل لا تخجلي. احكي. كانت فوق بالفرع منا. ايش قد عمرها؟ عمرها شي 16 سنة. ليش طلعوكي؟ قال والله اغتصبوني. لكن مين اغتصبك؟ قال فلان اسمه سلام وسلمى. والله ما بعرف، واحد فوق. اي الله لا يوجه لهم. والله صارت تبكي، قلت لها الله يصطفل فيهم يا رب، بعدي هون. صارت تحكي لي أم العيلة أظافير إيديا. اي والله إيديها هيك ورماني. أم العيلة أظافيرها ومغتصبينها. قال يمكن بدها ترمي. قلت لها لك ليش منين انت حامل؟ ما بعرف، أخذوها على الحمام لقوها عم ترمي يعني. كيف ساعدتوها؟ ما بنطلع احنا، هني صاروا يضربوها على بطنها لحتى رمت. يعني ما في، يعطونا حبوب. انسى يحطوا لنا حب كل يوم بعد الغداء. فوتوا خذوا الحبات. ايه هود الحبات ايش يصير فيكم بعد ما تاخذوا؟ حبات من بدي ليه يسألني أسئلة ما بعرف. شو اسم أبوك؟ له ما بعرف. شو اسم يذبحني من القتل. حط السكاير ويصير يحرقنا، يطمشني، ساعة يطبني على الحديد، ساعة يضربني ببواري تبع المي هيك يذبحنا فيهم، يضل يضربنا لحتى نسولف. اللي عم يحققوا معك علوية هدول الكلاب خربوها. تتذكري اسم الفرع اللي صار فيه اغتصاب كثير؟ شو اسمه؟ هو فيهن 3. هلا أنا اللي كنت فيه 228 يمكن. نعم. إيه هو يعني. بيقولوا لنا فرع فلسطين كمان، كان يجيبوا بنات منهم كتير. احنا بس أصوات يعني غريبة. بتيجي وحدة من فوق يعني هي تحكي لنا. أنا كذا مرة يحاولوا إنه بدي ما أحسن، يطالعوني بدي إنه يحاولوا كذا وهيك يشلحوني، ما أخليهم. الغطة بالمي، غطة بالكهرباء، غطة يعني يحطوا لنا أكياس نايل وبيتمنا. ليش يحطوين؟ عشان أموت. يفتحوا دمك يحطوا لك الأكياس في تمنا. لا اللي انفطست لحتى تطلع روحك لا طالعوا. وهاي ايدي والله قد ما ضربوني عليه ما عاد احسن، ما بحركها توجعني. ايه والله ما بيرحموا هدول، والله كلاب ما بيرحموا. شو بتتذكري كمان تفاصيل مع غيرك؟ كتير والله. بيجي احكي لنا قصة بنت. كتير والله. جابوا 2 أخوة كمان بنات، يعني ما عمرهم 15 هيك 16 إني مثل التوم يعني، عاملين فيهم عمايل. بس ايش تحكي لك عيب. احكي لي. ما هو عيب، احكي لي. يطلعوه لفوق هذا الفرق شو هالشي يعني، يطلعوا لفوق إلا صبح ومسا بدك، صبح ومسا بدك. قلن لا صبح ومسا اللي هلا بدي يجي ياخذوكي بتعملي انت نفس ما بعمل انا. قلت لها لا ما بعمل. شو بتعمل؟ ما يعني بتعمل هديك العملة بس غصب. ايه غصب اكيد غصب يعني عم بشدها من شعره ويقول لها اعملي هالشي. تقول له ما بعمل. يا ويلا. وصار 2 3 يطلبها طلب حصريا هي لحتى تطلع، ما عمرها 15 سنة بس. والله ضليت في الشرط، حتى الشرط مموه. أنا كان عندي لابسته ضليت بالشرط. واللي ارمي عن حالك قله ما برمي، اللي يشبحها تشبحني علقني. والله الله وكيلك بالسقف. كل يوم مرتين يطالعوا هاد البنات؟ ايه كل يوم مسك يختار وحدة منا ويطالعوا. كيف شكله هيك صحة ما معروف. ومعروف تتذكري اسمه؟ ايه اسمه ما بعرف اسمه. هو سحاب يعني. أنا إذا شفته الله ينتقم منه، غير حرق ما بحرقه. بعرفه والله بعرفه أنا واحد. هو لأنه كل ما يطمشني أشد عن عيني بدي شوفه. قلت له العين بالعين إلا ما أشوفك يا ابن الحرام. الأخت التانية شو يصير فيها؟ حطونا بالأرض، كت علينا مي كمان.
بالدور فوتك انت حالك مي باردة، شلحونا بالضبط انه فوتك انت حالك مي واطلعوا. الأخت الثانية شو صار فيها؟ قلتي لي تنتين خوات كمان. هني هدول كل يوم مسا بياخد وحدة بينزل وحدة، هذا معروف الكلب هذا الفوق، معروف كل يوم. تذكري اسمه أو شو بيقولوا له؟ له سلمو مدري سلام بهالاسم، سلام وسلمو قاعدة معروف سالم. هني هدول كلاب مع بعضهم، كلهم كلاب هدول مع بعضهم. هلا في ايه، في نظارة الشباب مع البنات هدول ما بعرف شو بيصير بيناتهم. احكي لنا. هيك ما تخجلي احكي. هيك بشوفهم انا، بيضلوا لحالهم. نحن حاطيننا لحالنا، مثلا بتعجبه وحدة بيطالعها، ما بتعجبه وحدة بيعذبها بالسجن. المناظر اللي فيها مختلط شو يصير؟ بسمع أصوات، بسمع صوت، بخاف، ما بقول لك ما بخاف. بسمع أصوات كتير، بنات دخيلكم مشان الله، والله ما بيطلع بإيدي لا فكك ولا شيء. أطفال بيحرقوا القلب، الله لا يوجه لهم، والله أطفال يا الله تنتين أش جيبكم يان تشوفهم بينحرق قلبك، والله عمره 15 16. قلت له يا خالتي خبيني مشان الله، قال له روحي الله يفك أسرك، إلهي ربي الله يفك أسرك. طيب بعد حالة الاغتصاب تجي لعندك كيف حالتها تكون؟ يعني بلا وعي وحدة، يعني واحد مغتصبة انه غصب عنها، كيف بدك اياها تكون؟ انه بلا وعي. شو يصير فيها؟ كنت تتشنج تبكي لك شبك احكي لي الله يوفقك، تقول لي يعني هالكلب ربطني وبدي يقرب علي وغصب عني ونام معي وكذا، ويقول لي افعلي هيك واعملي هيك وسوي هيك واعملي. إيه انا يطير عقلي، شو اعمل ما اعمل، يضربني. قصدي حالتها هي تحكي لي كيف وضعها يكون، اشرحي لنا، احكي لنا. يعني ضعيفة كتير، يعني وحدة بتخاف، يعني كيف ما بتخاف يا الله. عرض هذا ايش هو؟ حدا مات قدامك؟ إيه. ماتت والله، في وحدة كمان. احكي لنا اياها بالتفصيل. ضرب، كتر ما ضربوها انا طالعين على الحمامات قمت لقيتها ميتة. تعرفيها؟ كانت عايشة؟ كانت معي ايه، ما خلوا معي وطلعت. قام قالوا فلانة ماتت، قال لا كانت معي، قال ماتت. بس ما بعرف شو كتر التعذيب، كتر ما اغتصبوها، ما بعرف كيف ماتت البنت يعني. سمعتي اصواتها؟ ايه اسمع صوت، عم اقول لك اسمع صوت الشباب، بس الشباب على افظع من النساء. الشباب كتير يا الله يا الله، الواحد الشباب هسه انا ما بينحرق قلبي والله على الشباب اكثر من النسوان. الشباب يقتلوا ولا يموتوا قدامكم؟ لقدام انا بالنظارة اشوفها. شو اصعب مشهد شفتيه بتاريخ اعتقالك كله؟ اصعب شيء، اصعب مشهد وقت شفتيه ما تحملتيه؟ أصعب الشيء إنه لقيت الشاب عم بيعذبوه، صار يحطوا له السيخ من بطنه من هون لهون، هذا أصعب الشيء. طلع حمامات صار يحموا السيخ يحطوه هون ببطنه ويطالعوه من الجانب الثاني، اي والله. ويحطوا كمان أكياس في تمه، يفتحوا تمه ويحطوا أكياس، يحطوا أكياس لا يراجع، من بيراجع يسحبوا. هذا وقع بالأرض، هذا مات. شفتيه؟ ايه شفته مات. الصبح حملوه على البطانية، الله لا يوجه لهم، على البطانية شالوه وركضوا. لهم امبارح كان عاش يبكي عليه. الثاني نفس الشيء كله فوق في غرفة تعذيب، مواد حادة ما بعرف شو بيحطوا لهم. انا لهم مشان الله ما بدي اطلع، انت بالذات ما تطلعي. الحمد لله وطلعت، والله لا يوجه لهم. يعني شيء ايش تحكي لك. اسمه فرع الكلاب، ما فرع 228، فرع الكلاب هذا معروف. أصعب موقف صار معك مع لبنت؟ هي هاي البنت اللي كانت حامل، هي أصعب شيء. هاي الطفلة يا الله جايبينها إنه حامل، صارت تصيح، فاتت على الحمام ولا تعب ترمي، صار يدعسوا لها على بطنها هني، حتى رموها واخذوها لفوق على النظارة، حتى نزفت يعني وتركوها، يعني إنه ما أخذوها لا على مشفى لا على شيء. ماتت، ما تحملت بعد الاغتصاب، عما جابت ماتت. هاي البنت الوحيدة اللي كانت معي، يعني جايبينها من فرع تاني. هي أصعب الشيء، وعيني يعني ما عمرها 15 سنة، يعني الطفل أشد تحمل الاغتصاب. كتير شفنا. في ناس مثلا تقول بدي أصالح أو بدي أرجع مناطق النظام كذا. إيش والله ما بصالح طول ما أنا عايشة، وهالشيء اللي شفته هدول الكلاب حياة واحد ما بيرجع لهم ولا بيصالح، مستحيل والله. إذا بموت هون بتعرف باكو خبز وزيت، ولك ما برجع على هالكلاب بعد كل هالشي اللي ساووه.
جوزي مات وشاف الموت بعيونه، يعني كان أنا وكان هو لو وصلنا لمرحلة إن نضب أولادنا ونقعد كرمال بس نتواصل مع بعض، بس نربي هالولاد. جوزي كتير تعذب، يعني بحالة إنه بدي يروحوا له إيده مشان الغرغرينة. هلأ هالإصابة هاي اللي صارت فيه. نحن بنحب نسلط الضوء لهي الحالات لنوصل صوت الناس اللي هني معتقلين لدى نظام الأسد والميليشيات الشيعية، ورغم الحالة اللي هي فيه والفقر والكذا نحن بنسلط هذا الضوء لحتى الناس الفهيمة بيفهم، لأنه نحن شعب تهجر بأكمل. مش كتير دقنا بتفكري شي مرة ترجعي على مناطق النظام؟ أنا لا يا رب دخيلك، أنا لا بفكر ولا بيوم من الأيام ولا بعد هالشي اللي سووه فيني. والله الله إن شاء الله بنسوانهم ببناتهم إلهي ربي مثل اللي أنا دقته إن شاء الله بيدوق لنسوان. لازم ما يخلوا ولا كلب علوي بكل هالبلاد الشام. لازم هلأ على هالشي اللي عم يسمعوه، الشي اللي عم يصير، لازم هلأ كلياتنا تصير إيد وحدة عليهم، هيك نخلصها من هالدنيا كلياتهم. هدول لازم ما يضلوا عايشين حاج، كلهم بنات اسرة تحت، بنات عم تموت. اسا في أفظع من هيك، اسا أطفال عم تموت، ما إلها حدا غير الله. بتقولي كلياتنا لازم نكون إيد وحدة ضد مين؟ ضد الكلاب العلوية دول تبوت بشار الأسد. الكلاب هدول لازم بتدققي على كلمة علوية ليه؟ هني هدول أكتر شي العلوية، هدول فظعوا فينا، الله ريت ينتقم منهم ومن نسوانهم. أنا ما بنسى وجاي لهالكلاب، ما بنسى. أنا الكهرباء ما بعرفها، المي ما بعرفها، ما بعرف كل هدول ما بعرف. أنا أصعب يوم عشتيه أنت في هذا المعتقل، أصعب يوم اللي تمنيتي فيه أو حسيتي نفسك إنه هذا آخر يوم في حياتك؟ هو قعدة الكرسي على الكهرباء، هذا أصعب يوم بحياتي. هذا بس قعدوني أنا خلص قلت متت. ضليت ساعة يصحوا فيني ما أصحى، يرفسني في رجلي، يدعس على ايدي هاي، يدعس على بطني، ما أصحى، ما بصحى والله. كل يوم مسا بيعدي الدكتور قال على أساس هذا بيطري كلب حقير. حكينا عنه. بيعطي هذا كلب كل يوم، ما أخذت الحبيب يضربنا. خدهم مشان الطيبة، أنا مأكدة يشوفني يفسدوا علي. كل يوم مسا معه شنطة. تتذكري شكل الحبة؟ ايه بيضة، وحدة زهرية وحدة بيضة. ايه يعطونا اياها. زهرية قد حجمها؟ ايه صغيرة، والبيضة نفس الشيء صغيرة. كل اللي حكيت لكم يا هذا ولا شيء، بحكي من ولا بكرة ما بخلص. عذاب كتير وهار كتير، هذا ما مني شيء، هذا جزء شوي بسيط. يعني أوسع عليها بين رجليها تقول لهم بدي اقتلوني أنا فدا أختي، بدي فوت شوف أختي. إلا مالك زيارة تقول له بدي فوت شوف أختي، وهني هني بيقولوا لها مالك موجودة جوا، وقايلي لهم متوفاي أختك. قالت لهم أختي جوا، يقولوا لها هاي ورقة، قالت لهم أختي جوا هي عنكم بدي فوت شوفها. خليت 5 شهور ريت قلبي والله لقيتني. قلت له يا أخي دخلك. اجت عندي زيارة أنا على أساس بعد ما لقيتني قالت لي بدي أجي أشوفك. والله واجا يوم هذا اليوم ولا عم ينادوا فلاني. أنا قاعدة عم صلي فلاني. قال أنت ليش ما عم بتردي؟ لك يا إخلاء سبيل اطلعي. قلت له لا أنا بدي أموت هون. وطلعت. قال لي بتعرفي وين بدك تروحي أنت؟ قلت له نزلني عند العباسية أنا بروح إن شاء الله، بس لا تخلوني أرجع الفرع هذا. والله وصلني لهون. قال لي بتعرفي رقم حدا؟ قلت له ايه في عندي رقم هون كاتبته على كنستي. وتلفني تقول لي انا لو ما سعيت فيك ما حدا سعى فيك، انت عايشة فيك شيء. قلت له فيني كل شيء، خديني روحي. والله اخذتني لعند البيت. قال بتعرفي اهلك؟ قلت له لا. اروح لوديك على اهلك. رحت لعند اهلي، كان هذا عم يرضع. فتحت الباب قال لا لقيتيها؟ بدي اروح شوفها لبنتي. كيف عم تقولي ميتي؟ كيف ابوي؟ قالت له لك مو ميتي ليك معي جبت لكم اياه. ابوي وقف قلبه 10 دقايق يطلع هيك. بنتي يلفني. ابني كمان صار يمشي، تركته 4-5 شهور صار يمشي. انت لقيت ابنك عم يمشي؟ اللي ما
ما يعرفني. اخواتي كلهم يلفوني يبكوا، قلت لهم هاي اللي ماتت، هاي اللي ماتت طلعت، هاي اللي ماتت شوفوها. اخو امي ماتوا مع حيلة يا ولد. قلت لها يا بنتي ليه النهار دايلك يا بنتي، يا بنتي رحت ظلم، رحت ظلم انت. والله الليل ما بناموا، الليل ما شفتوا ابنك صغير يمسك عبايتك ويشمه. لا الماما دوقتيني المريض، الله لا يوجه له. فالكلب اللي هو اللي مسكني انقتل. الله ريته فصل الكلاب يا رب، يا رب يا رب. هو فصل الكلاب، هو حقير. فطس براقار هالكلب، هالكلب الحقير. الله كبير والله. كيف فطس؟ فطس قتلوه قتل. سوا ايه قتلوه، ذبحوه ذبح، حلقوا له راسه. هذا اللي سلمني سلم غير كتير، مات. الله لا تذكري يوفقه. اسمه؟ ايه شو اسمه بيقولوا له علي. هو هذا علي، بس قال علي، علي الخطيب معروف. الله لا يأسر، الله لا يرحمه. يخلصونا منهم كلياتهم يا رب، يا رب يفوتوا كلياتنا، لازم يكون ايد وحدي تفوت عليهم كلياتهم، نخلصهم. طالع هالأسرة كلياتهم، هالنسوان هالبنات الأطفال يا عيني الصغار. والله لسه في جوا، لسه عمرهم 10 سنين 15 سنة بيحرقوا القلب. اتهمونا جهاد نكاح، اتهمونا انه اكتر شيء يعلقوا علينا بجهاد نكاح. اكتر شيء اللي انت كم واحد فات لعندي، قال له والله ما عندي حدا. اللي يا قحبي يا شرموطة عندك كذا واحد عندك، قال له والله ما عندي حدا. لا بدك تقولي لنا مين هدول كان عم يتاكوا عندك؟ ما عندي حدا. انه احط انه حي الله اسماء، لو بس تركني مشان الله. يضربني بهالبوار، يضربنا، ضل يضربنا لحتى بدك تحكي لازم تعبي هاي الأضبارة عشان انه ما تكون فاضي، بدك تحكي انه انت حدا نايم معك. قال له ايه كلهم ناموا معي، حتى ابوي حتى اخوي كلهم ناموا معي، حما بس تركني تركني. ويسجل هذا الشيء؟ ويسجل ايه والله. مهم انه ما طلع ضبارتك هيك. المهم احكي لك الله يفرج يا رب. طيب ما حكوا لك هي البنت اللي كانت هيك تعبانة وعم بيغتصبوها انه هي من وين اخذوها او شو سبب اخذتها؟ خدوها من على الحاجز، كانت على الحاجز هي واختها. اخذوها، كانت بغير فرع. هي هيك عم بتسولف لي يعني. كانت هي بغير فرع. لوين كنتي؟ قال فرع فلسطين. معناته اهلهم ما بيعرفوا عنهم شيء طالما اخذوا على حاجز. قالت لي ما بيعرفوا عنا شيء. هني موجودات وصار عندي نسا اولاد او متني او اهاليهن ما بيعرفوا انه بناتنا كن رايحات على المدرسه وما بنعرف عنهم شيء. ما بيعرفوا عنهم شيء. لا هلا ما في، هلا اهاليهم ما بيعرفوا يعني، ما حدا عم يسعى ورا حدا، ما بيعرفوا. خلص راحوا عم بيقولوا لهم ميتين. بنتين اخوات. 16 هيك 15 16 يعني انه صغار باينين صغار، كاينين على الحاجز. البطيخة مدري شو اسم الحاجز على الدوار. ان شاء الله. نحن بنحييك على قوتك وصبرك وتحملك للوضع وشغل الاولاد وكذا. ان شاء الله رح نحاول نوعدك باذن الله من هالناس اللي عم تسمع انه الاولاد لازم يرجعوا على المدرسه ويصير الوضع افضل ان شاء الله. والله ليك ابني هذا مريض، هذا حازم، عملت له عملية فتح شريان. حالوني هلا على باب الهوا، بس ما معي مادة حق ابرته 500 تركة. ساعدتني اختي، ربي يجزيها الخير يا رب. بس وهلا مدارس ما قادرة احط لها وضع. تمام. نتيجة كثرة الناس يعني شعب بأكمله تهجر وكذا، لذلك نحن بنسلط الضوء على هدول الناس إن شاء الله. وإن شاء الله بإذن الله بيكون في تغير للحال الأولاد ولحالك إن شاء الله ولحال زوجك بإذن الله تعالى. يا جماعة أنا حابب أذكر شغلي بعد إذن أم زينب. الأحداث اللي تعرضت لها والحبوب اللي كانت تاخدها عم تأثر على ذاكرتها كتير يعني. حتى بنسى هلا كل نهار على أنا وجوزي، كل نهار وين حطيتي هالغرض؟ ما بعرف. كنت تحتي أحيانا بتنسى اسم أبوها. بعلق أنا وياه والله. بتنسى هيك، فهي كلها مخلفة. معي أختي تعرضت لها ضرب على راسي؟ هون بالباطن.
فتعرضت لكتير، فلذلك وقت بنسألها أسئلة وين وما وين هي عم تنسى كتير. لسه والله